الناس بتستخدمها بقى كتير دلوقتي مع ايوه طبعا. تفاعلك مع الاحداث الكرويه اللي فاتت كابتن نبراوي؟ منتخب مصر لازم اتفرج. يعني منتخب مصر كابتن نبراوي ولا احمد فتحي؟ ما هو انت في الحلقه دي اسمك كابتن نبراوي. انا اسمي ماشي. لا بحب اتفرج قوي. تابعت. احكي لي على الماتشات البطوله. الماتشات حتى واحنا مثلا بنصور، لا اما بنوقف تصوير ساعتها، لا اما بقى بتلاقينا بقى في حاله لهوجه وكل واحد يخلص شوط وماسك الموبايل وحاجات كده بنتفرج طبعا. مين احسن لاعب في البطوله دي؟ لا هم بصراحه كل منتخب مصر كلهم كانوا هايلين. كلهم بصراحه، لا كلهم كانوا هايلين، ما حدش اثر خالص في الفرقه. هشام فتحي؟ انا كان انت اهلاوي صميم، احنا عندنا هشام زملكاوي واحمد فتحي زملكاوي وهشام اهلاوي. لا انا كان بالنسبه لي فكره انك بعد فتره كبيره بتحسي ان في روح حقيقيه رجعت. انا يعني ما كانش هاممني قوي ان احنا ناخد البطوله اكتر من ان انا احس ان في لعيبه نفسهم يكسبوا وفي ما بينهم حاجه، ويمكن ده انا حسيته حتى في اول واحد فيهم في صلاح نفسه، ان محمد صلاح كلهم في غير ان هو لعيب كبير ومحترف، في ايدج جديد ظهر جواه في البطوله دي، انه قائد، وان اللعيبه دي كلها حابه تعمل حاجه. صحيح. تكسب تخسر مش مهم، اعمل اللي عليك. سؤال الكوره طبعا سهل جدا مقارنه بالسؤال اللي جاي. احنا بنسجل الحلقه دي يوم فالنتاينز داي، عيد الحب. السؤال الواضح والمباشر، عملت ايه النهارده في عيد الحب يا احمد فتحي؟ عملت ايه يا هشام؟ عملت ايه يا هشام؟ استحميت وجيت على هنا. ودي حادثه، ما عملتش حاجه والله. ولا كل سنه وانت طيبه؟ لا ما هي موجوده معايا كل سنه وانت طيبه عادي. لا هي اللي موجوده معاك كل سنه. المدام. ايوه عملت ايه يا احمد؟ ايه؟ هي اللي قالت ولا انت اللي قلت؟ كان عندي تصوير امبارح وحاولت اجيب لها هديه ولسه بحكي لهشام. فرحت لقيت الدنيا زحمه جدا بالليل، زحمه قوي. طبعا كله بيشتري. بس يعني جبت لها حاجه صغننه كده وقلت لها كل سنه وانت طيبه وكده. متاكد انك جبت لها ولا هتجيبها؟ جبت لها والله العظيم. عيب. خلاص حلو. لا حلو. طيب ما انت حاجه هي نفسها فيها ولا انت اجتهدت لوحدك؟ لا انا اجتهدت. طب اي حاجه وخلاص، ما انا الدنيا زحمه هعمل ايه؟ اجتهدت على قد مخي والله. برافو احمد فتحي. ماشي تمام. والله العظيم. بس تقول الحقيقه يعني. والله هقول الحقيقه. اتفضل. يا بصي، انا من ساعه ما عرفت مراتي من زمان، من 12 سنه، واحنا اتفقنا ان احنا ناجل احتفالنا بعيد الحب ده اسبوع. يعني الناس كلها بتحتفل بيه يوم 14 فبراير، فاحنا ما بنلاقيش مكان نخرج فيه، وبنلاقي محلات الورد زحمه ومحلات الشوكولاتات زحمه، فقلنا طب ما ناخر اسبوع ونخليه يوم 20 فبراير ونحتفل بيه على رواقه، ونشتري هدايا براحتنا ونحجز في مكان نخرج فيه. مهندس شايف؟ ده تفكير الماني بحت. ده الماني. ده الماني. يعني انتوا كل سنه يعني فانا بكتفي ان انا يوم 14 فبراير ده اقول لها كل سنه وانت طيبه، وممكن انزل بوست لينا مع بعض. انما الخروجه والهديه بتبقى يوم 20 فبراير. بس الهديه على فكره هي بتقول لي هي عايزه ايه، لان انا كذا مره جبت لها هدايا ما بتعجبهاش. فخلاص اتفقنا، قولي لي انت عايزه ايه وانا هجيبه على طول، علشان واعملي ان انت متفاجئه وخلاص. ده الماني جدا. انا العكس بقى. انا ده تفكير عملي عشان ما نضيعش وقت كتير. ايوه بس النيه حلوه. النية يعني النية حلوه. احنا مش احنا طبعا احنا سؤالنا ده ما فيهوش اي اجبار لاي حد ان هو يكلف هديه. احنا بنقول الناس تكلف نفسها ان هي تسعد بعض ولو بكلمه مش اكتر يعني.